ازيكم حبايبي، يا رب كلكم تكونوا كويسين. النهارده هنعمل وصفة حلوة قوي بنستخدمها على طول في الخضار، ما فيش غنى عنها، وده اللي على طول بنشتريها من بره. هنعمل النهارده مرقة خضار بطريقة بسيطة جدا، طريقة سهلة، والمكونات كمان بسيطة جدا من البيت. يلا بقى نسمي ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. أول حاجة نجيب الخضار اللي هنستخدمه النهاردة. هنستخدمها كوسة، جزر، كمان بطاطس، وفصين توم، فصين كبار أو 4 صغيرين، وكمان بصلتين متوسطين، حزمة بقدونس، حزمة كرفس بيدي الوصفة بتاعتنا النهاردة تطعيمة جميلة جدا. هقطع الخضار بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، قطع صغيرة. كمان الخضار هقطعه اللي هو الكزبرة والكرفس، هشيل العيدان وأقطع الورق. كل الكلام ده بعد ما نضفناه كويس قوي وقطعناه، هناخده كده على البوتاجاز. هنجيب كده طاسة، معلقتين 3 زيت كبار، طبعا مش بستخدم العيدان، وهنزل بالخضار بعد ما الزيت سخن، وانزله كده على البوتاجاز وابتدي اشوحه في الزيت كده كبار. وبعد كده هحط العين خالص. الخضار بتاعنا هنسويه على نار هادية، اهم حاجة على نار هادية. وكمان هسيبه يستوي خالص. بسيبه على نار هادية، ده اهم حاجة. اهم حاجة في الموضوع ان احنا مش هنحط مية، ويبتدي يستوي بالمية اللي فيه، يعني بميته هو يستوي، وهيستوي بالمية بتاعته. أي هينزل كمية مية مش وحشة، يعني ما تحطيش كتيرة شوية، لأن الخضار ده كله مية، هو هيستوي منه طبعا فيه. هنسويه على نار هادية فينزل أهم كل حاجة المية اللي فيه. يستوي على نار هادية بعد ما يستوي خالص، يستوي خالص، مش نص سوا. ناخده بقى في الخلاط ونضربه ضرب جامد زي كأننا بعد ما يستوي خالص بالشكل اللي انتوا شايفينه. في الوقت ده بقى هنجيب في الصينية اللي هنسوي فيها، هفرش فيها ورقة بعد ما استوي بالشكل ده كده، وبعد ما اضرب الخضار الجميل بتاعنا ده زي ما بتعملي شوربة الخضار، شوربة العدس في الصينية بتاعتنا. بنضرب الخضار لغاية ما يبقى شبه شوربة العدس كده، بس تقيلة شوية. بنجيب بقى ورق زبدة بنفرشه كده في الصينية، ومسح زيت وبفرشه. هدخله هسيبه، يعني هعملها بالليل وهسيبه بالشكل كده، واسيبه يجمد في التلاجة، بسيبه ليلة لما اجي اقطعها. بعد كده بقى ببتدي اقطعه مكعبات صغيرة. اقطعها مكعبات، طبعا ليكي حرية عايزة بقى تقطعي مكعبات صغيرة، مكعبات كبيرة، براحتك خالص. طبعا الوقت احنا عرفنا احنا عملنا ايه كده. عملنا مرقة خضار جميلة جدا ونحتفظ فيه بالتلاجة وبنستخدمه احسن. طبعا احنا كده عرفنا عملنا ايه، عملنا نحطها بقى في علبة في التلاجة، مرقة خضار منها نضيفة. انت عاملاها بنظافة، يعني بعد ما عملتها جربتها على ايدك كده حبايبي. وصفتنا انتهت، اشوفكم بخير، باي باي.